السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا كورة على القهوة. احنا جايين معاكم النهارده نتكلم عن حديث الساعة، انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي وصفقات النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية، وأهم اللاعبين البارزين أساميهم للانضمام للنادي الأهلي وأهم اللاعبين الراحلين. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمود. اهلا بك يا محمد. اولا مبروك 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 للايجيبشن كينج الجديد عمر مرموش، انتقال لمانشستر سيتي باذن الله تم الحمد لله رب العالمين تم. ألف مبروك. احنا النهارده هنتكلم طبعا عن صفقات النادي الأهلي، الأبرز اللاعبين اللي هينضموا للنادي الأهلي. أنت وجهة نظرك في الأسامي المطروحة للنادي الأهلي بالنسبة للمحليين وبالنسبة للعيبة الأجانب؟ هنبدأ بمين؟ هنبدأ باللعيبة الأجانب ولا هنبدأ بالمحليين ولا هنبدأ بأهم صفقة منتظرها النادي الأهلي وهي احمد سيد زيزو. اوبا، ماله احمد سيد زيزو؟ احمد سيد زيزو هو ووالده عمل جلسه مع مسؤولين النادي الاهلي امبارح، وفي الغالب تم الاتفاق على كل شيء وانتقاله للنادي الاهلي. طبعا كان طالب مع الزمالك مبلغ مالي كبير يوصل ل 60 70 80 مليون في السنه. بس دوت مش من شروط يعني دي في شروط للنادي الاهلي. طبعا الاهلي مش هيتعامل كده، الاهلي مش هيتعامل كده مع اداء احمد سيد زيزو. طبعا هيبقى فيها اولى وهيتعامل كنجم نجم فيها اولى، اللي هي الاهلي ليه سقف في الفئه الاولى. طبعا محمد الشناوي على راس هذه القائمه في الفئه الاولى، محمد الشناوي اعلى واحد، احمد سيد زيزو هيبقى يعني تحتيه شويه، اللي هو مثلا يوصل مثلا 16 17. هم اتفقوا مع احمد سيد زيزو على شيء. الموضوع يعني مستنيين شهر يناير يخلص وهيبقى في شهر 6 ان شاء الله موجود في الاهلي ان شاء الله باذن الله. وهو عايز ينضم للنادي الاهلي عشان خاطر كاس العالم للانديه، اللي هو كان طالبه من الزمالك هياخد اقل بكتير في النادي الاهلي، هياخد اقل بكتير، كل ده عشان خاطر يلعب في كاس العالم للانديه. خلي بالك اللي بعض الجماهير اللي هتتفرج علينا هتقول لك اللي احنا بنقول الصفقه ديت فيك. لا فيك ليه؟ احمد سيد زيزو طبعا على رادار الاهلي على طول. كل فتره تجديد لاحمد سيد زيزو بيطرح اسمه على النادي الاهلي. لما يبقى في مفاوضات مثلا متعثره مع الزمالك طبعا اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي، فهو صفقه قويه جدا. اكيد هو احسن لاعب في مصر من وجهه نظري، اكيد احسن لاعب في مصر مش بالونه من وجهه نظري، اكيد. ملهاش علاقه باحتفال امام عاشور عشان تبقوا عارفين يعني. لا لاعب كبير جدا واضافه للنادي الاهلي وهيعمل تاريخ جديد. هو عامل تاريخ مع الزمالك حقيقي، حتى لما نتكلم على ارقامه عامل ارقام خرافيه. ارقام احمد سيد زيزو مع الزمالك، لاعب 249 مباراه، احرز 86 هدف، 65 اسيست، بنسبه مساهمه 60%. الله اكبر. اجمالي مساهمات 151 مساهمه، نسبه كبيره جدا، نسبه 60%. ده ان دل فانه يدل على لاعب كبير، لاعب عظيم. لو راح الاهلي هيعمل تاريخ مع النادي الاهلي، هيكمل مسيرته مع الزمالك وهيكمل مسيرته الكرويه، يعني هيحط نفسه ضمن الاساطير، مش ببالغ، لا هيحط نفسه ضمن الاساطير. دي حقيقه. بس هل فكر احمد سيد زيزو اللي هو بالموضوع اللي هو انتقاله للنادي الاهلي او تفكيره اللي هو ينتقل للنادي الاهلي، هل دوت فكر صحيح ام فكر خطا؟ هيخسر جمهور الزمالك، هيكسب جمهور الاهلي. اسال اي حد كده في الزمالك اقول لك اتمنى العب للاهلي. ما ده طبيعي، اي حد في الاهلي ما ده طبيعي يحب يلعب في الزمالك. وحصل عادي يعني. وحصل في استضافه امام عاشور مع الكابتن احمد شوبير. حد في مصر هيجي له النادي الاهلي ويرفضه. حلو. انا ساعتها في حاجه مهمه قوي وعايز اكلمكم فيها، وجماهير الاهلي واداره النادي الاهلي وكل محبي النادي الاهلي منتظرين اهم صفقه بالنسبه لي انا شخصيا وبالنسبه لناس كتير قوي في النادي الاهلي، وهو عوده علي معلول وكيدو في يناير. طبعا صفحات كتير في السوشيال ميديا
موقع كبير اتكلم عن قيد علي معلول، تم قيد علي معلول. هو في تفاصيل في الموضوع ده، في كواليس. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، لحد وقتنا هذا علي معلول لم يتم قيده في النادي الاهلي. منتظرين ايه بقى؟ منتظرين الصفقات الاجنبيه اللي انا هعملها، ومنتظرين راي كولر الفني في علي معلول. هو تحت انظار كولر، هو الوحيد اللي هيحدد هل علي معلول مكمل مع النادي الاهلي او مش هيكمل. طبعا انت عايز علي معلول يكمل، انا عايز علي معلول يكمل. طب انا اقول لك رايي مش رايي يعني من كواليس موضوع علي معلول. الاهلي طبعا القائمه 5 اجانب، الاهلي عنده في القائمه دلوقتي 2 اجانب بس، تمام. فاذا هو في احتياج 3 اجانب عشان يكمل القائمه، تمام. اما عن ابرز اللعيبه المطروحه محليا فهو اللاعب محمد اسماعيل، واللاعب مصطفى العش، واللاعب عبد الرحمن البنوبي. وده نظرا لتذبذب خط دفاع النادي الاهلي، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. وبالنسبه اللي احنا ما عندناش جناح، ما بنلعبش الا بجناح واحد حسين الشحات، ومعانا امام عاشور بنلعبه جناح. فايه رايك في بعض اللعيبه اللي الاهلي بيدور عليهم دول هدى؟ والله بص، انت لما تيجي تتكلم عن الصفقات او التدعيمات انت لازم تتكلم يبقى عندك خطه. انت هتدعم عشان كاس العالم للانديه ولا هتدعم للمستقبل؟ لو انت بقى تتكلم عن يعني كاس العالم للانديه بس، هتتكلم على كاس العالم للانديه، ما لازم نبص برضه محمد اسماعيل ومصطفى العش، الاسمين دول يقدروا يلعبوا كاس العالم للانديه، يلعبوا قدام ميسي محافل دوليه. هل عندهم الخبرات لكده ولا هل الاهلي هيستفاد بيهم للمستقبل؟ ممكن والله اعلم يجوا ياخدوا خبرات مثلا 6 شهور بس، هل دي هتبقى كافيه ولا مش كافيه؟ وهل هيخشوا في القايمه على طول ويلعبوا مباريات ال6 شهور دول؟ يعني كولر المفروض يأهلهم لكاس العالم للانديه. لو انت بتفكر لكاس العالم للانديه، لو انت بتفكر للمستقبل ماشي، مفيش مشكله خالص، دعم، هات لعيبه صغيره في السن. طب هنبص بقى من الناحيه الثانيه، لو انت هتجيب وهتشتري وهتدفع ملايين، طب انت عندك الناشئين، ما تجيب ناشئين. ادام عندك لسه لعيبه يعني هتفكر ان انت تديهم خبرات وهتصبر عليهم. طب ما تجيب يعني قطاع الناشئين عندك ده بيعمل ايه؟ بياخد فلوس على ايه؟ بتصرف فلوس وملايين على ايه؟ هل قطاع الناشئين اولى اللعيبه اللي فيه اولى من اللي انت تجيب من بره ولا مش اولى؟ بالعكس، قطاع الناشئين عندك اللعيبه عندك هيبقى خبراتهم اكتر من الناس دي. ما انت ما عندكش استعداد تغامر وتطلع بلعيبه من قطاع الناشئين اللي هم برضه يطلعوا على كاس العالم للانديه. انا عايز اقول لك على معلومه، احنا عندنا كمان بالظبط اسبوعين ماتش مع بيراميدز. هتلعب بقى بالقائمه اللي لعبت بيها ماتش الجونه؟ هل اللعيبه ديت هتقدر اللي هي تخش اجواء المباريات مع النادي الاهلي في خلال يومين 3؟ لان لحد وقتنا هذا مفيش اعلان صفقه للنادي الاهلي. طب انا اقول لك على حاجه، انا رايي كولر مهما تجيب له صفقات هو مش هيلاعب غير اللي مقتنع بيهم. خلي بالك انت مش مقتنع بمصطفى العش وبيقول عليه قصير. تمام، بتكلم صراحه يعني انا بالنسبه يعني حاسس ان في مشكله مع اشرف داري يعني في الاصابه، يعني كتر تكرر الاصابات دوت مش عاجبني يعني. والله ابتديت اللي انا اشك في الموضوع بتاع لا بس بتبقى اصابات مختلفه يعني، مش اصابه في مكان واحد. ده غير بقى اللي احنا جبنا صفقه لاعب اسمه يوسف ايمن ما استفدناش منه ب 75 قرش. تمام، انت جبته اعاره بملايين، وعندك اشرف داري بملايين، وعندك يحيى عطية الله بملايين دولارات. انا بتكلم على كل دول دولارات، يعني خط الدفاع كله عندك بالدولار. انت حاليا ما عندكش في القايمه اي لاعب اجنبي تدخل بيه المباريات القادمه. يا محمد اللي انا بتكلم فيه، انت عندك كم واحد اجنبي في القايمه؟ يعني في قائمه النادي الاهلي المدافعين كم واحد اجنبي؟ يحيى عطية الله وعلي معلول ويوسف ايمن مش هنحسبه اجنبي بس جاي دولارات، وعندك اشرف داري، كل دول دولارات في خط الدفاع. ليه؟ طب ما انت توفر ده كله وتجيب قدام، تدعم قدام اجنحه مهاجمين تقدر تجيب فيهم لعيبه اجانب. ما في ميول باجنحه اجانب، وتعرض اسامي كتير على كرة الفتره اللي فاتت دي، وابرز الاسامي المطروحه طبعا الياس شوارب. ايه رايك في هذا اللاعب؟
هو انا شفت له فيديوهات، لاعب جيد يعني، هو لاعب جيد وعنده ارقام كويسه يعني، ما نقدرش نقول يعني ارقام كويسه يعني. هو ممكن يكون يعني هو لعب 98 ماتش، جاب فيهم 15 جول وعمل 17 مساهمه باجمالي 32 يعني 32 مساهمه، يعني هي نسبه يعني ما نقدرش نقول عاليه قوي وما نقدرش نقول مثلا سيئه جدا. نيجي بقى للاعب الارجنتيني سانتياغو جونزاليز اللي هو بيلعب في الدوري البيروفي، صاحب ال 25 سنه. ده الاهلي يعني تقارير كتير ووسائل الاعلام الاجنبيه وطبعا موقع ترانسفير ميركاتو كان اتكلم عليه، وكان قال نسبه انتقاله للنادي الاهلي بنسبه 23%، يعني هي نسبه مش كبيره ولا نسبه يعني، بس اسمه اتطرح يعني على طاوله مفاوضات النادي الاهلي. شفت له فيديوهات؟ لا ولا مش هناخد بالفيديوهات؟ لا، ما انا ما باخدش بالفيديوهات الصراحه من بعد كريستو. من بعد كريستو لاعب هايل على فكره. لا يا ريت ترجع الاهلي. كريستو على فكره معلومه، كريستو وزنه زاد في الصفاقسي والمدرب مش عاجبه كريستو عشان تبقى عارف يعني. ما علينا، احنا مش هنروح لكريستو وخلينا لساندياغو جونزاليز. ارقام لعب 36 ماتش بس، جاب 14 هدف، عمل 23 اسيست بنسبه مساهمه تفوق عدد 110%. تفوق عدد مبارياته. لعيب ما شاء الله يعني، لو هو بيلعب كمستوى ده، بس طبعا مش هنقدر نحكم على الدوري البيروفي. هل بقى هنا اللعيب بتاع امريكا الجنوبيه، البرازيلي، الارجنتيني، اي لاعب من اللعيبه اللي هي بتاعت امريكا الجنوبيه بتقدر اللي هي تتاقلم مع الدوري المصري ومع اللعيبه المصريه وتتاقلم مع الجو العامل المصري؟ والله احنا عندنا تجارب، في ناس بتأدي وفي ناس ما اذكرناها ما جاتش الدوري المصري. اللاعب الثالث بقى اللي الاهلي بيتكلم عليه، اللي كل وسائل الاعلام بتتكلم عليه والسوشيال ميديا كلها، اللاعب البرازيلي ايفرتون صاحب 28 سنه. انا ايفرتون ده حسيت اللي هو من البساتين وهيجيبوه وكله عارف عنه كل حاجه، فمش عارف بقى ايفرتون بالنسبه له ايه. الجناح البرازيلي ايفرتون بيلعب في الدوري التشيكي، بس انا اعرف نادي ايفرتون، انما لاعب اسمه ايفرتون فدي تعالى. بس بالنسبه لارقامه انا شايف ان هي ارقامه كويسه يعني. بالنسبه لارقام ايفرتون البرازيلي بقى، لعب 56 ماتش، احرز 27 هدف، عمل 12 اسيست، باجمالي 39 مساهمه بنسبه مساهمه 69 70%، يعني معدل 70%، اقرب ل 70%. 70%. رقم كويس، رقم جامد، رقم كويس، رقم جامد. بس في حاجه، عنده 28 سنه ومن هو حلو، لو لعب سنتين ثلاثه ولا حاجه يعني مستقبليا سنتين ثلاثه حسب يعني التاقلم مع النادي، حسب التاقلم مع اللعيبه، حسب التاقلم. يعني انا ما شفتش لاعب برازيلي نجح زي ما قلت لك غير كينو مع بيراميدز. كينو كان عامل طفره مع بيراميدز في الدوري المصري كله طبعا. احلى لاعب برازيلي ده جاب حته واحلى محترف، ده جاب حته جون في ظهر احمد فتحي كده، من جنب احمد فتحي كده في الشناوي. طب ايه رايك نجيب كينو بقى؟ أما عن أبرز الصفقات التي تم حسمها بالفعل، فهو بغداد بنجاح لمدة شهر إعارة في كأس العالم للأندية، بس لسه الأهلي ما أعلنش. والصفقة اللي أعلنها النادي الأهلي فهو اللاعب حمدي فتحي إعارة شهر الكأس العالم للأندية. في نقطة بقى عايز أتكلم فيها مهمة جدا، وطبعا دي كانت حديث الساعة والناس كلها بتتكلم فيها دلوقتي، اللي أكرم توفيق سوف يرحل من النادي الأهلي. طب احنا هنا لما أكرم توفيق هيرحل من النادي الأهلي، مش ممكن الأهلي يفكر وإدارة الأهلي تفكر اللي هي تحاول ترجع إليو ديانج؟ وهل إليو ديانج هينفع يرجع؟ عشان هو إعارته سنة هتخلص 30/6/2025، وطبعا احنا محتاجين لاعب إليو ديانج قبل كأس العالم أول شهر 6 للأندية. فإيه رأيك يا محمود في موضوع أكرم توفيق واللي بيعمله أكرم توفيق وهل كل اللعيبة دلوقتي بتفكر ماديا؟ ما حدش بيفكر في البطولات، ما حدش بيفكر في الجماهير، ما حدش بيفكر في الكلام ده كله، ولا هل أكرم توفيق عنده ظروف مالية وظروف اقتصادية فبيحاول اللي هو يحلها؟ عليه جمعيات يعني؟ ممكن يكون عليه مثلا قصر ولا حاجة عايز يسدده ولا حاجة.
يا اكرم. بص يعني خلينا نتفق وخلينا يعني ما نتكلمش بالعاطفه شويه. لا انا شلت قلبي وحطيت مكانه خيارايه. محدش يرتبط بلاعب. الجماهير بتحب لاعيبتها، بتحب نجومها، بتحب تدلع لاعيبتها، بتحب نجومها قوي. بيبقى صعبان عليها النجم لما بيرحل عن الفريق، بيبقى مش يعني عايزينه يخلص في النادي، عايزينه ما يلبسش تيشيرت غير النادي الاهلي. طبعا جماهير النادي الاهلي بتحب اكرم توفيق. انا عن نفسي شخصيا شايفه راجل قائد. بس انا ما باكلش معاك الكلام ده. كمل. لا لعيب جامد حقيقي، لعيب جامد. اكرم توفيق من اندفاعاته جاله رباط صليبي اولاني، وانا لما جاله رباط صليبي اولاني من دفاعه قلت قبل كده لحد من زمايلي في قاعده اللي اكرم توفيق هيجي له صليبي تاني. انا مش بشرط عليه انه يجي له صليبي تاني، انا قلت اكرم توفيق هيجي له صليبي تاني من تدخلاته. هو مش لاعب كده ذكي، مش بقول ان انا ما بحبش اكرم توفيق واللي هو راجل في الملعب والكلام ده كله، بس هو في حته افواره شويه من اكرم توفيق، يرفع الشورت، يعمل الحته بتاعت الحماس الزايد ديت. الاهلي بيتعاطف مع الحاجات ديت. بص دايما يقول لك روح الفانيلا الحمراء، بينفذ الشعار ده، روح الفانيلا الحمراء. اوكي ماشي مفيش مشكله. انت هنتكلم عليه بقى فنيا ولا نتكلم عليه موقفه ايه من التجديد؟ وانت يا اكرم لو مش هتجدد ما تقول لي النادي انا عندي عقد، انا عايز امشي، انا جاي لي 150 اكتر من 150 مليون يا باشا. عايز اقول لك على حاجه، 3 سنين. عايز اقول لك على حاجه، اكرم توفيق فضل يماطل لحد ما وصل الفتره الحره. والموضوع ده عشان جدلي فتح ورجعنا ل6 سنين ورا، 6 7 سنين ورا، ايام عبد الله السعيد لما كان الاهلي عايز يجدد له، والاهلي اتاخر. حقيقي الاهلي اتاخر في التجديد لعبد الله السعيد، فنفس الموضوع بيفكرنا بعبد الله السعيد. طب انت عملت الكلام ده كله بعد عبد الله السعيد، بعديها السنه اللي بعد عبد الله السعيد ما مشي، واللي بعديها كان قرار فريق يعني جهاز الكوره في الاهلي واداره الكوره في النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب، طبعا كابتن محمود الخطيب، اللي ما فيش اي لاعب تنتهي عقوده تجدد معاه او تتفاوض معاه اخر سنه او 6 شهور، لا قبليها بسنه ونص تعمل له تجديد للعقد تتفاوض معاه. هل الكلام ده بقى حصل مع اكرم؟ الاهلي اتكلم معاه من ايام كابتن خالد بيبو، الاهلي اتكلم معاه. مش هنلوم يا كابتن خالد بيبو، مش لوم، احنا مش هنلوم كابتن خالد بيبو. هو بالفعل طبعا النادي الاهلي بيتعلم من اخطائه، النادي الاهلي اتعلم من الاخطاء بتاعت عبد الله السعيد، وبالفعل تم التفاوض مع اكرم توفيق قبليها بسنه ونص، واكرم توفيق لو كده يبقى هو بيماطل. اكرم توفيق ماطل لحد ما يوصل للفتره الحره. هنا احنا مش عايزين نسلم اكرم برضه للجمهور، احنا مش عايزين نيجي على اكرم. كل لاعب احنا بنشكر اكرم توفيق، احنا بنشكر اكرم هو لعيب راجل في الفتره اللي هو قضاها في النادي الاهلي. بس الخروج اللي انت بتخرج بيه من النادي الاهلي خروج مش حلو من وجهه نظري، خروج مش حلو. طبعا هو ليه وجهه نظر، انت ليه وجهه نظر، انا ليه وجهه نظر، فاتفضل يا محمود. هتتكلم هنقارن حد، هنقارن اكرم توفيق بحد. بص احنا ده شق لوحده. لما تيجي تتكلم بقى عن حد، لما تيجي تتكلم عن المثال بتاع اكرم توفيق اللي انت مثلا هتضحي ب 150 مليون او اكتر كمان في 3 سنين من نادي قطر اللي هو عايز اكرم توفيق، والاهلي عرض عليه 52 مليون او اكتر، في فرق بين ال 150 وال 50، في فرق 100 مليون. عارف الفرق ده ايه؟ بطولات وجماهير، واكرم راح واكرم جه وتصييد، وهتشتغل في الاهلي بعد ما تخلص، وهيبقى عندك نجوميه، هيبقى عندك حاجات كتير يعني حب الجمهور لا يقدر بمال. انا نفس اللعيبه ديت تتعلم. ابو تريكه، عماد متعب، وليد سليمان، دول اساطير. لا بص عشان نفكر. واخرهم اللي انا اتمنى اللي هو ما يمشيش حبيبي قفشه بيجدد على بياض دايما. ده اخر الريحه الحلوه، مش ما عاصرش الجيل ده، بس بيفكرني شبهه. اكيد طبعا يجدد على بياض. اللي يقول لك ما بيجددش على بياض، لا في ناس بتجدد على بياض. عارف وليد سليمان كان كده، ابو تريكه كان كده. من ريحه اللعيبه ديت
الزمن الجميل الحلو، عارف ابو مين؟ تريكه وعماد عارف ووليد مين اللي مين بقى؟ موجود حاليا بالريحه ديت؟ علي معلول. علي معلول نتمنى له ان هو يرجع بالسلامه. علي معلول يعني جاله عروض كتير، جاله عروض من الدوري السعودي، جاله عروض من الدوري القطري، ومتمسك جدا اللي هو وبيراميدز. يلعب في الاهلي. طبعا بيراميدز جاله عروض من بيراميدز، وهقول لحضرتك على حاجه يا محمد، بيراميدز قاعد مستني الاهلي هيعمل ايه مع علي معلول. دي بيراميدز حقيقة. قاعد مستني، لو الاهلي قال لعلي معلول شكرا، بيراميدز هيخش على طول، ساعتها ما نقدرش نلوم علي معلول. واحنا بص، موضوع اكرم توفيق، نرجع لاكرم توفيق، موضوع اكرم توفيق ده موضوع نسبي، كل واحد بيدور على مصلحته، كل واحد شايف مصلحته، كل لاعب شايف مصلحته فين. لما انت يتعرض عليك 52 و150 انت شايف المبلغ هنا كبير جدا، انا شايفه طبعا كبير جدا، وهنا اقل شويه، اقل يعني هنا 3 اضعاف ال 50 وال 52. طب تمام، ال 100 مليون، بس انت هنا في الاهلي ما بتاخدش قليل. الاهلي هيعملك فئه اولى، والفئه الاولى في الاهلي 14 15 مليون. هل مبلغ 14 15 مليون ده مش مبلغ جامد وواو؟ زائد ممكن اعلانات كمان، امتيازات تانية، مكافآت بطولات، مشاركات مع الاهلي، اسمك دايما هيبقى موجود، هتحافظ على مكانك مع الاهلي، في قلب يعني في قلب جماهير الاهلي. طبعا اسمك دايما هيبقى مطروح على منتخب مصر، اقول لك على حاجه، فاسمك في الصوره. هل انت بقى لما تروح الدوري القطري ما تلعبش كاس العالم للانديه، هل كل ده يساوي ال 150 مليون؟ ده الاجابه عند اللاعب مش احنا. احنا كجمهور النادي الاهلي مطلوب مننا ننحي العاطفه شويه. اللعيبه زي ما قلنا في الاول، الجماهير بتحب لعيبتها قوي، بتحب تدلع لعيبتها قوي، عايزه اللاعب معاها دايما، ف كل واحد يبص لمصلحته، مفيش مشكله خالص، كل واحد يشوف النادي اللي هو عايزه، اللي هيدفع له اكتر، اللي عايز يامن له مستقبله، على اساس ان انت في الاهلي مش بتامن مستقبلك. يا جماعه انتوا يعني ما نتكلم بالعقل شويه. عندك راي؟ اللي يغور يغور عندنا امام عاشور.